صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا استمرارا في معركتنا ضد الكبرنات، إذا نقول لإخواننا الجزائريين أننا يعني صراحة هكذا دائما كنشوف فيكم أنكم رجال، ولكن تجري وراء الرياح والعاصفة التي تصدرها الكبرنات، العصابة الحاكمة في الجزائر. فالمغرب قام ببناء هكذا، باش تفهموا شنو هي بناء المغرب على أسس المغاربة، بنوا المغرب على أسسه، يعني هكذا ليس على الوهم كما فعلت بكم الكبرنات. أقسم بالله لأن الكبرنات يعني أصبح يعني الأمر ديالها مكشوف لدى المغاربة، أما الجزائريين ربما يعني مازال مكشوفش، واخا كيكذبوا عليهم، واخا يعني داك الشيء باينو مفروش، ولكن حنا كمغاربة حنا راه يعني كنقشعوا كل شيء. حنا عارفين دابا حتى الخطاب اللي كيتمارس تما عندكم في الجزائر في الإعلام الرسمي، يعني خطاب كيكشفوا حتى الدراري ديال الساس ديالنا وديال الخامس، وهذا يعني كيشوفوا يعني أنه داك الشيء راه كذب ولا صح. ما بالك بالدكاتره والاساتذه والنخبه المغربيه. اذا حنا كما قلت لكم راه عارفين باللي يعني داكشي لا شيء، راه الانجازات دخلنا عليك بالله. واش 240 مهندس، تكوين ديال 240 شاب هكا قالوا ما قالوا لا مهندس ولا بيطالي ولا شومور ولا، واش 240 شخص هي اللي غتصنع 240 شخص؟ يلا تكافى مع رويطه وحده. إلا جينا نهضروا زعما بالمنطق نيتو، ويعني بالقوانين والقواعد ديال الصناعه. قال لك تكوين 240 شاب تحسبا لصناعه فياط او بحال هكا. المهم تحسبا ديك 240 شاب يعني فيها إن، وديك تحسبا يعني باقا في الشك. كيفاش زعما تحسبا زعما إذا جات مثلا استثمار ديال فياض؟ ماشي هكا، لا ماشي هكا كيكونوا الاستثمارات. اذا كانوا استثمارات مثلا اجنبيه، كانت شي وعود، كانت شي علاقات، كانت شي اتفاقيه تفاهم واتفاقيه شراكه، شنو كيوقع اذا ما كانوش عندك يعني الشباب، اذا ما كانوش عندك مهندسين اللي يصنعوا قطع الغيار، فربما يقدر يعني غادي تستعين بالمهندسين الاجانب اللي كيرافقوا ديك الشركه، وكذلك يد العامله المحليه يعني اللي معروف الماندوفر كما كيقولوا، يعني معروف شنو كدير، معروفه الخدمه ديالها، يعني بسيطه كدير. يقدر يهز، يقدر يجيب السلعه، يقدر يدير لومبالاج، يقدر يدير بزاف ديال الحوايج اللي كيديروا. ماشي انه خصو يفكر ويدير الديزاين ويخرج ويعبر ويدير. يعني كاينين الحوايج اللي غادي دير يد العامله المحليه الجزائريه باش تحارب الشوماج. اما تقول لي كتكون 240 تحسبا لهذا، فهذا حماق بعينه. اقسم بالله الا الحماق. راه حنا بعداك هذا الشيء كيضحكنا والله، زعما صراحه الله. راه حنا ماشي كنضحكوا على خوتنا الجزائريين، ولكن كنضحكوا على النظام اللي حاكمهم. النظام اللي حاكم الجزائر هو علاش كنضحكوا، هذا هو اللي خصهم يفهموا. وفاش كنردوا على النظام وعلى الازلام ديالو، حيت النظام راه شفناه كيضحك عليكم، ماشي علينا حنايا. زعما كيقول كيهاش من المغرب وكيلصق المغرب التهم من المغرب، وهذا صافي راه كيهاجمكم نتوما. لا حاشا، ماشي هكا. حنا كنردوا عليه هو كشرير، واخا يعني يستضعفكم ويستفزكم، ويعني كيحاول انه يصنع منكم اغبياء، وكيحاول اسمحوا لي تقطع لي، انا قطعت شويه الهضره لانه كنت كنهضر مع شي واحد لقيتهم في الطريق. قلت لكم فحنا فاش كنردوا على النظام الكبرناتي والاسلام ديالو، كيقول كانه راه كيدير المغرب الهجمات عليه. حنا راه ما عندنا به حتى شي علاقه، يعني باش يهجموا عليه المؤسسات او تهجم عليه يعني ما يتعلق بالامن السيبراني وهذا، فيعني داك الشيء راه مكشوف، راه واضح، راه ما عندكم تما حتى حاجه. عندكم الفاغنر، عندكم الحرس الثوري الايراني تما، عندكم هذا راه باينين كلشي عارفهم.
يعني بزاف ديال التبريش راه المهم تم الكشف ديالو، وانتم ماشي يعني معادله صعبه حتى في النسق الدولي لستم بمعادله صعبه. الجزائر هي اضعف حلقه في النظام الدولي، يعني هكذا نعتبرها نحن كمغاربه، وحاشا ان يعني ان نكون نقصد الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب باري، شعب يعني اعزل، شعب محتجز الى باقي المحتجزين في تندوف. إذا فنحن نرد ونحاول أن نفهم وأن نقدم دروس في توعية دائما يعني باستمرار إلى النظام وأزلامه، منهم بن سديرة ومنهم يعني ديك الطبقة كاملة وبونيف وهذا اللي كيبقاو كيضحكوا على الشعب المسكين وهذا. المهم هذا هو اللي كاين، وتحياتي.